السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن بعض من الرموز احنا لو شفناها في المنام يا ريت نتمنى ان احنا كل يوم نشوفها. تحسين وخير وفرحة وسعادة في أمور حياتكم بإذن الله. بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، واللي عنده اي استفسار يخش على الفيديو من تحت في الكومنتات يكتب لي، وان شاء الله انا اكون معاكم وهرد عليكم. وعندكم كلمة الاشتراك بالاحمر يا ريت تدوسوا عليها وحطوا لايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ايه هو اول رمز يا جماعة؟ رمز الخيل. لما تشوفوا الخيل عافي اللي هو الحصان، لما تشوفوه عافي كده وجميل وواقف وشكله جميل، ده خير جاي عليكم. كلمة خيل جاي من الخير، عايد عليكم، على عريس للبنت العزباء، عريس للمطلقة، حاجة بتتمنيها وربنا ان شاء الله حققها لك. ده اول رمز يا جماعة. الرمز الثاني رمز الجمل. الجمل يا جماعة لما تشوفوه في المنام، ده الجمل ده سفينة الصحراء. تشوفوا الجمل دلل على الصبر، دلل على الرزق، دلل على امور ان انت كنت متصعبة عليك وهتتحقق لك. تالت رمز يا جماعة اللي هو ان انت تشوف نفسك في المنام ان انت بتدعي دعاء، انت بتتمنى حاجة ودعيت بيها، والدعاء ده اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده في العمر كله ليك في الدنيا وفي الآخرة، ده بتدعي بيه طولة عمرك يتحقق لك كل الأمان اللي انت بتتمناها من الله عز وجل، ربنا يحققها لك وبشرة خير لما تقول الدعاء ده. تالت رمز او رابع رمز يا جماعة السجود. السجود ان انت بتصلي، بتشوف نفسك انت بتصلي وساجد وبتدعي ربنا. فالسجود اقرب العبد من ربه وهو ساجد، فده دايما ان انت ساجد وبتدعي، فده دايما ما بتشوف الرؤية دي اعرف على طول ان ربنا بيحقق لك كل اللي انت بتتمناه. تالت رمز او رابع رمز او خامس رمز الاستغفار يا جماعة. الاستغفار لما تشوف نفسك في المنام ان انت على طول بتستغفر، كل فك ضيقة وكرب، نجاح الطالب بتفوق، حد عايز وظيفة هتتحقق، واحدة عايزة تتخطب وتتجوز ان شاء الله بشرة خير بالزواج والخطوبة لها، مطلقة برضك بالزواج لها، برد دين لها، رد حقوقها لها، واحد مستني شغل، سفر، مشروع ان شاء الله يستجاب لو شاف ان هو نفسه ساجد او ان هو نفسه بيستغفر وبيدعي. خامس رمز يا جماعة اللي هو قراءة القرآن. لو شفت نفسك في المنام ان انت بتقرأ القرآن، ده على طول اعرف كده، اصحى من النوم كده وقول بشرة خير بالسعد والهنا والرزق والصحة والخلفة والذرية بإذن الله، والزواج والنجاح بإذن الله. آخر رمز يا جماعة رؤية الأب أو الأم المتوفيين، ولو جم وهم بيقولوا لك حاجة أو بيبشروك بحاجة، لأن دي بيبقى بشرة حق أو رد حق. لو لك حق هيترد لك، لو مظلوم في حاجة هتترد لك، حقك هيرجع لك، لان هم في دار الحق واحنا في دار الباطل، فرؤيتهم حق وكلامهم حق. فبشرة خير جايين لك بالخير، ادوك حاجة وبيسلموا عليك خير جاي لك ورزق جاي لك. يعني كل حاجة حلوة بتشوفها لو شفت الاب والام متوفين وجولك في المنام. دي كل الرموز يا جماعة مبشرة لكم بالخير، وكلنا كده اللي يشوفها يدعي ربنا كده ان ربنا كل حاجة اتمناها ربنا اداها له بإذن الله. والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.